بسم الله الرحمن الرحيم. معك محمد راشد سليمان العدوي مشجع فريق نادي الرستاخ. طبعا بخصوص مباراة اليوم نوعا ما الأداء مقبول، ولكن المباراة المتوسطة خصوصا في الشوط الثاني يعني أتوقع أن السويق ما كان بالمقياس القوي. المستوى مقبول نوعا ما، لكن في بعض الأخطاء اللي وجهة نظري أشوفها. أول شيء الجهة اليسار ما كانت شغالة أبدا، لكن احنا معتمدين طول المباراة في الشوط الأول على جهة اليمين فقط. الشيء الثاني الحلول الهجومية، لما نوصل في الثلث الأخير من الملعب ما في حلول هجومية واضحة. حتى الآن احنا نعاني في الحلول الهجومية، يمكن حتى الهدف اللي سجلناه كان من خطأ. كذلك لازلنا في عندنا أخطاء من الموسم الماضي لحد اليوم، من مباراة اليوم يعني في وجهة نظري ما تعدلت. من ضمن الأخطاء الدفاعية، الهفوات الدفاعية الواضحة. الارتداد مالنا في أثناء الهجمة لما تكون ضدنا ارتدادنا ضعيف جدا، مما يخلق مساحات في نص أرضية الملعب. بالتالي يعني يمكن السويق اليوم ما استغلها بالشكل الكبير، فوق ذلك سجل هدفين. لكن نتوقع في المباريات الرسمية إذا واصلنا بهذه الأخطاء اللي لما احنا نرتد أو الهجمة المرتدة اللي ضدنا يكون ارتدادنا ضعيف جدا، يخلق مساحات. دائما احنا ما نشوف يعني نص أرضية الملعب مساحات كبيرة فاضية. طبعا اللاعبين المحترفين ما نقدر نتكلم عنهم كثير، يعني يمكن أول تجربة حالهم. اللاعب السوري يمكن ما دخل جو المباراة، لكن يعني لحد الحين نشوفه لاعب عادي ما بالإضافة الكبيرة. المهاجم ممكن نوعا ما في إضافة جالس يقدمها. أنا في وجهة نظر الفريق محتاج، يعني الفريق ما هي مطمن 100% في منافسة كبيرة. احنا محتاجين خلاص الحين، احنا لازم نصعد. إذا ما نصعد احنا ما حققنا شيء، أصبح شيء عادي. يعني احنا في السابق لما ما وصلنا للدوري الممتاز أصبح كان في اجتهاد يعني يشكر عليه الجميع، لكن اليوم ما في شكر، خلاص احنا مطالبين ان نصعد. فاتمنى انه في بعض الامور لابد ان تصلح. المباراه اليوم ما كانت مطمنه 100%. اتمنى انه الايام القادمه ان شاء الله والمباريات القادمه تكون اكثر يعني افضل من كذا، واتمنى تعديل بعض الاخطاء، لانه الاخطاء كما قلت لك في وجود اخطاء لم تعدل حتى الان. فما اعرف يعني هل الجهاز الفني ما انتبه له، هل الجميع ما انتبه لهذه الاخطاء عشان احنا نعالجها. فاحنا نجي كل بطوله بنفس الاخطاء الدفاعيه لم تصل حتى النص، يعني حتى 50% لم نصل. اخطاء دفاعيه واضحه، اختراق الفريق لما يخترق من العمق ويصل للحارس في جميع المباريات، وحتى يوصل ان المهاجم يراوغ الحارس. فهنا اذا في خلل كبير في خط الدفاع، واتمنى التوفيق لنادي الرستاخ في الموسم القادم باذن الله. مشكورين.